وزي ما جمهور الاهلي بيقول الاهلي بمن حضر، مقولة حرفيا موجودة على ارض الواقع. الاهلي اللي بيتحدى شويه حاجات كده فوق بعض، وهي الظروف الصعبه اللي هي الغيابات، اللي هي اصابات. واصابات ايه يا معلم؟ دي اصابات مؤثره جدا، منها طبعا امام عاشور، منها الشناوي، منها برده ما كانش متعافي بشكل كبير زي حسين الشحات او رضا سليم. شويه اصابات كده مؤثرين فنيا على تيم الاهلي. ده غير طبعا الاجهاد. واجهاد ايه يا معلم؟ اجهاد اللعيبه اللي كانوا موجودين في منتخب مصر، اللي هم اصلا لعبوا مباراه نيوزيلندا وكرواتيا، بعدها بيومين يا معلم بيسافروا تنزانيا، مفيش راحه. ادخل يا معلم على مباراه سيمبا التنزاني، اللي هي مباراه مش اي مباراه عاديه كده وخلاص، ولا هي تحصيل حاصل في اخر الجوله في دوري الابطال. لا يا معلم، دي مباراه في ربع نهائي دوري ابطال افريقيا. يعني يا معلم اللي هيخسر هنقول له باي باي ومع السلامه. يعني مباراه ما فيهاش يا مرحمين. ولكن النهارده جمهور الاهلي بيقول شابوه للاعيبتنا. انا شخصيا بقول شابوه للاعيبتهم، وقبل ما اقول شابوه للاعيبه الاهلي اقول شابوه للبروفيسير والعبقري مارسيل كولر، الراجل اللي كان بيعمل روتيشن وكان بيتهاجم، ولكن اللي كان بيعمله نفع الاهلي في الوقت الحالي. وفي نهايه الفيديو شابوه لمصطفى شوبير اللي قدم اداء رائع جدا، واللي النهارده جمهور الاهلي ما حسش ابدا بغياب الشناوي، لان في حارس جديد اتولد للنادي الاهلي وللكره المصريه، وهو مصطفى شوبير. وكفايه عظمه لحد كده.